بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي حبايب قلبي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم. متابعيني ومتابعاتي، اليوم سويت جيلاتين أو حلا جلي وجيلاتين الأحفادي. إيش سويت؟ أول شي جبت خاشوقتين جيلاتين وخليت عليهن مي من الحنفية وهيجي أقلبهن، راح النوب بعد أخلي عليهن مي على مود الجيلاتين بسرعة يجمد. راح أخلي عليهن شوية نوب مي وأخليهن عادة بصفحة. شوفن حبيبات قلب الغاليات، هذا جيلاتين من العطار أنا جبته، بس إيش قد يعني تخلين عليه مي هو يجمد بسرعة يجمد، بس أنا خليت عليه مي من الحنفية، يعني من البوري مال المي، مو لا من الترمز ولا مي فاير. هنا عندي شو اسمه جيلي، شو اسمه جيلي كرز، جبته بطعم الكرز أحمر، جبته وراح أفرغه بوحدة من هذنا الكاسات أو الطاسات الزجاجي، ما أعرف. المهم حبيباتي فرغت هذه، شوفون حبيباتي، وراح أخلي عليها مي فاير نص كوب، مو لأن هي ما تجمد إذا مو نص كوب، لأن شوي قد تخلين يعني الجيلاتين لا تخلينه، لا تخلين كوب كامل عليه، خلي نص كوب عليه زين حياتي على مود يجمد، ترى ما يجمد. هذا خليت شو اسمه خليتها بصفحة، وراح أخلي هذا شو اسمه جيلاتين بطعم الموز أهمينه خليته، وراح أخلي عليهم كل واحد نص كوب مي فاير. طبعا أنا حاطة دلة على الطباخ بيها مي، شوف هاي الدلة أشرب بيها القهوة السوداء، أخلي نص كوب شوفوا، وميها فاير. هذه ليش؟ حتى تذوب المحتويات مالات الجلي، أظل أخلطها إلى أن أشوفها ذابت المحتويات اللي مثل إيش اسمه يعني الحبيبات اللي بالجيلي كلها لازم تذوب، وأجي أخليها من الدلة هذه ميها فاير هالقد نص كوب كافي. شوفوا حبيباتي، أخلي عليها وهم أخلطها وأخليها بصفحة، هم أجيب عاد الجيلي. هسه شوفوا حبيبات تذوب المحتويات، شوفوا حبيبات قلب الغاليات. هسه بعد ما ذابت شو اسمه راح اجيب الجيلي شو اسمه واخليه نص بهاي الطاسة ونص بهذه، شوفوا نص هنا ونص هنا على مود يجمد الاثنيناتن سوية حبيباتي. شوفوا هسه عاد راح اخلطهن خلطة زينة. إذا تريدين بالخلاطة شو اسمه بس بالخاشوقة ما يحتاج خلاط كهربائي ولا يحتاج خفاقة يدوية، بيدش بس هيجي هو رأسا راح يذوب الجيلي ويا الجيلاتين. شوفوا حبيبات قلب الغاليات، هسه عاد عندي اني شو اسمه قوالب سيليكون بس كبار. ايش قد دورت من هاي القوالب السيليكون اللي بيها دبدوب وبيها شكل وردة بس صغار كلش، ما لقيت والله. ايش قد دورت هنا يمنا منطقتنا ماكو، بكركوك ما لقيت، ما اعرف وين يبيعون. فعاد هذن الكبار عندي، لقيت بس هذن الكبار وجبتهن من زمان، جايبتهن اني. وهسه عاد راح اعبيهن شو اسمه المفروض يعني اعبيها بتشمشة. بعدين انا ايش سويت؟ جبت هذا المعبى الصغيرة اسوي بيها، هاي مالت حلويات انا شايلتها المعبى، وافرغ شوفوا يعني بالوردة هذه وبالدائرة فرغتن. طبعا ليش اني ما شفتوا احفادي مو هنا، اماني راحت البيت، اهلها البيت اختي راحت واخذت اولادها وراحت الجهار، راحوا يشونسون على شو اسمه بيت جدهم. عاد مثل ما قلت لكم وحدي بالبيت، وقلت حتى من يرجعون المغرب او بالليل يرجعون يلقون اني مكملت لهم. هسه راح اخليه بالثلاجة. شوفن حبيباتي، وهسه هذا هم القالب الاخر همينه راح اخليه بالشمشة اعبي بيه، يعني اعبي بهذنه
بس مو شرط إلا أترسها، أشوف يعني تحتاج ما تحتاج على مود ما يبقى زايد. شوفوا حبيباتي الغاليات، متابعين ومتابعاتي، ألف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد، نورتوا قناتي وهي منورة. بالعتيجات والأسطانيات حبيبات قلب الغاليات، شكرا جزيلا لكم ولتعليقاتكم الحلوة، أشكركم من كل قلبي حبيبات قلب الغاليات. طبعا ترستهن أني وبقى شوية عندي من الكرز، جلي الكرز همينة، وقلت خلي أسويهن كلهن فوق شو اسمه جلي الموز. شوفون حبيباتي، وراح أخليهن بالثلاجة. هنا بعد ما خليته تقريبا ساعتين بالثلاجة إلى ساعتين ونص. الشيء اللي نسيته أنا ما سويته، ما رشيت عليهن يعني أو فرشتهن بالفرشة زيت حتى ما تلزق. بس هم زين ما لزقن، بس يعني على كيفي حتى شوفون، حتى ما سرعت الفيديو، على كيفي أطلعهن حتى ما تنكسر. شوفون حبيبات قلب الغاليات، يعني على كيفي على كيفي أنا أسحبها وطلعت. بس المفروض أني كنت أخلي شو اسمه زيت أدهنهن القوالب على مود واحد من يجي يطلعهن بسرعة يطلعن. شوفوا حبيباتي، هذه هم من الوردة، هم شوفوا شلون أطلعها وبكل سهولة راح تطلع. شوفوا حبيباتي، بس والله شوية صعوبة يعني مو سهولة، لأن شوية يرادلها زيت. قلت لكم إذا أنتم تسوون هاي الشغلة من العطار تجيبون جلي وش اسمه، وهم إذا عنده جيبوا شو اسمه قصدي جيلاتين، وإذا عنده جلي هم جيبوا جلي وياكم. يعني أنا من زمان جايبة الجلي ما يخرب، ما إله وقت محدود والله. وإن شاء الله هم يعني إذا سويت حلويات بعد هم راح أنزلكم حبيباتي. شوفوا هسه عاد أكمل هذني شو اسمهن الجلي، أكمل طلع على كيفي منهن، اللي أنا قلت لكم ما سرعت الفيديو شوية، راح شلون أقول لكم يعني سرعتكم صبر علي على مود ما سرعت لكم الفيديو اليوم، وخليه على كيفي. شوفوا أطلعها والحمد لله يعني اسكتوا. وبعدين ابني يصور الجلي ودز التصوير على جروب مال العيلة، يعني أنا وأولادي وشنايني عندنا جروب خاص بينا، ويجون عادينا علوش ويوسف قال لهم هذا الجلي شوفوه احنا سوينا جلي خطية، واجوا بس ما لحقت اصورهم اكلوا حصتهم وراحوا. اكيد انا من اسوي هي الشغلات مو بس لاولادي والاحفاد اللي موجودين وياي، لا اسوي لاحفادي كلهم. شوفوا حبيباتي هسه عاد شو اسمه يجون احفادي، بس والله ما صورتهم، انطيتهم الحصة مالتهم كل واحد حصته. علوش وبتبتة ويوسف، اليوم عيد ميلاد يوسف، إن شاء الله العمر كله حبيب قلبي يوسف حبيبي، دخل يعني كمل 3 سنوات اليوم. الحمد لله العمر كله إن شاء الله، الله يحفظه ويحفظكم، يحفظ أولادكم وأحفادكم وإخوانكم كل غوالي قلوبكم حبيباتي. شوفوا حبيباتي هسه كملنا وراح أرجع على هذا شو اسمه القالب همينه. هذا القالب شوية أحس يعني يطلع بسهولة مو مثل ذاك، بس يعني نسيت شو اسمه الزيت، لو بس راشته بزيت خوش يطلعن يعني، بس زين ما انكسرن، بس بالقوة طلعتهن. هسه هذني همينه راح أطلعهن وبعدين أخليهن بالثلاجة حتى من يجون أحفادي يبقن لازم ما تنفسهن وهن بالثلاجة ينتظرن تا أحفادي ياكلونهن. شوف هاي شكلها ايش قد حلو صار، همين بيها شو اسمه طعم الموز وطعم الكرز. شوفوا حياتي هاي كملتهن يعني بسرعة، ذولا طلعن ما أعرف يعني ليش بسرعة طلعتهن. المهم حبيباتي هذا كان الفيديو مالنا، إن شاء الله عجبكم وجربنا بنات زين، لا تقول ما جربنا وما نعرف، لا جربنا. إلى هنا وصلت نهاية الفيديو حبيباتي، بس والله العظيم أنا هم ضقته كلش طيب وتمنيتكم أكلتوا من عنده، والله وسهمكم ألف عافية. أشوفكم فيديو جديد حبيباتي، وأقول لكم مع ألف سلامة.